السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم آية ابراهيم ودي قناتي آوى المطبخ. عملت معاكم الايام اللي فاتت حاجات كتير تنفع لسندوتشات الاولاد واللانش بوكس، منها الفينو والجبنة الكريمي. عملت معاكم كمان المربى، وكمان الجبنة المثلثات كانت 34 قطعة بكوبايتين لبن. وكمان عملت معاكم اللانشون الاقتصادي وبدون ألوان صناعية. بإذن الله هعمل معاكم كمان النهاردة عيش سهل وسريع، ينفع جدا لسندوتشات الأولاد واللانش بوكس. وكمان هقولك ازاي تفرديه وتسويه مرة واحدة بحيث يوفر معاكي الوقت والمجهود. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. معايا بقى كده نص كيلو من الدقيق، ومعايا كمان 4 معالق كبار من الزيت، ومعايا رشة من الملح. حضرت كمان كوباية مية واشوف هاخد منها قد ايه. طبعا قلبت طبعا الدقيق مع الملح، وبعد كده هبدأ انزل بالزيت وهقلبه بالشكل ده، يعني كأني بفرك الدقيق مع الزيت. هبدأ بقى انزل كده بالمية شوية بشوية. بالنسبة بس لمقدار المية، انا حطيت كوباية وربع من المية. طبعا كمية المية بتختلف حسب نوع الدقيق، يعني ممكن تزيد عن كده او ممكن تقل. بالنسبة بس لنص كيلو الدقيق، لو عايزة تعرفي قد ايه بالكوباية، هو 4 كوبايات بمج الشاي العادي. طبعا بعجن حوالي 5 دقايق، عجينة طرية مش بتلزق. هبدأ بقى كده اقسم العجينة لكور متساوية. طبعا حجم الكرة اللي هتعمليها او اللقمة اللي هتعمليها حسب الحجم اللي انت عايزاه، يعني ممكن انتي تكبريها عن كده او تصغريها، طبعا براحتك. طبعا باخد اللقمة بالشكل ده واعملها على شكل سرة، وابدأ ان انا انعمها ما بين ايديا بالشكل ده. ده بقى كده النص كيلو هو عمل لي 12 لقمة. هبدأ بقى اجيب كده كيس تلاجة نضيف واغطيهم كويس، هسيبهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق. ده كده بقى بعد ال10 دقايق نبدأ بقى كده ارش شوية دقيق، بس برش دقيق بسيط، يعني ما بكترش قوي الدقيق عشان اللقمة ما تنشفش معايا. عايزة اقول لكم طبعا ان العيش ده حلو جدا، طري، ينفع طبعا لاي حشوة. عايزة اقول لكم ان انا كمان معتمدة الطريقة دي بقالي 7 سنين، يعني من ساعة ما اتعلمتها من امي ربنا يديها الصحة، وانا معتمداها. العيش حلو جدا، يعني حتى بعد ما تسويه ممكن تاكليه سخن، ممكن تاكليه بارد، بيبقى طعمه حلو جدا جدا، يعني حتى ما بيبقاش محتاج اصلا لحشو. بجيب بقى اللقمة كده وابدأ ان انا افردها ما بين صوابعي بالشكل ده. ده بيساعد ان اللقمة او الرغيف يبقى مدور معايا. هنا طبعا لو عايزة تفردي مرة واحدة، ببدأ ان انا اجيب الرغيف واحط عليه شوية بسيطة اوي من الدقيق، واحط عليه الرغيف التاني. طب هيلزق؟ لا مش هيلزق، ما بيلزقش. تعالوا بقى كده نشوف التسوية.
طبعا بخلي النار هادية، مش الهادية اللي هي الشمعة بس، تكون هادية. هنا بقى بجيب عندي حاجة تيفال بقى، سواء بقى صينية او طاسة او اي حاجة يعني ما بتلزقش، سواء بقى سيراميك او جرانيت تيفال، الكل يعني الكل هيمشي يعني، او الكل هينفع للتسوية. هنا بقى هجيب الرغيف عندي، طبعا بعد ما بدهن الصينية زيت بسيبها تسخن الاول، بعد كده احط الرغيف عندي. طب بعرف بقى استوى ازاي؟ لما بلاقي اللقمة عندي بدأت ان هي يبقى فيها زي نقط بني، برجع برضو ادهن زيت واحطه على الناحية التانية او الوش التاني. او الرغيف هياخد معاكي وقت شوية، يعني ممكن دقيقتين مثلا على الوش الاولاني ودقيقتين على الوش التاني، انما بقية الارغفة يا دوبك بتاخد مثلا دقيقة على الوش الاولاني ودقيقة على الوش التاني. ده بقى كده الرغيف برضو التاني اهو معايا. عايزه اقول لكم بس ان انا يعني كنت بسوي وبفرد، يعني بقف اسوي وبفرد. ده اللي فردته اهو، وببقى محضره حاجتين على النار، يعني مثلا ببقى محضره صينيه والناحيه التانية ببقى محضره برضو طاسه تيفال برضو، فبسوي في الاتنين. طبعا بحط طبعا الارغفه اسويها وبعد كده ارجع افرد تاني على الرخام، فبفرد وبسوي في نفس الوقت. هنا بقى عدد اهو الارغفه، او الارغفه بعد ما سويتها. طبعا لما بطلع الرغيف بسيبه يهدى لمدة دقيقة، وبعد كده اجيب كيس بلاستيك عندي نضيف واحطه فيه عشان يفضل. بقى الرغيف اهو، عايزه اقول لكم انه طعمه حلو جدا جدا بجد، مش محتاج يعني زي ما نقول كده مش محتاج غاموس يعني. اتمنى الطريقه تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.